أنا رسول من والي المورا، أحمل رسالة عاجلة إلى مولانا السلطان. الأمر لا يحتمل تأخير. افتحوا الأبواب حالا، ترفع الرسالة إلى مولانا السلطان في التو. هكذا إذن لم يكتف الفرنجة بأن قسموا بلادنا فيما بينهم، بل أرادوا اليوم أن يجعلوا من ثوار الروم خنجرا في خاصرة دولتنا. فرنسا تساوم بدم سال بالأمس في مصر والشام، وروسيا تحلم منذ قرون بالوصول إلى مياهنا الدافئة، وبريطانيا لا ترى في هذا البحر إلا طريقا لتجارتها وسفنها. يعلمون أن السلطنة إن استعادت قوتها في البحر خنقت مشاريعهم قبل أن تولد. اكتبوا إلى والي مصر محمد علي أن السلطان يستنصر بأسطوله ورجاله ليتمم ما بدأه من إسناد حكم السلطنة في تلك الديار. مولاي، أحقا نستنصر بوالي مصر في أمر كهذا؟ إن زدنا في طلب قوته ظن أن كفته بدأت ترجح على كفة السلطنة نفسها. قولوا له إن البحر واحد ولكن السفن فيه كثيرة، ومن أبحر تحت راية السلطنة اليوم حفظ له موضع بين سادة هذا الزمان، ومن تأخر عن نصرة خليفته جرت عليه أمواج السياسة بما لا يحب ولا نحب.